السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطفالي الرائعون، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير أحبابي الأبطال. أهلا بك يا عمر، كيف حالك يا بطل؟ أنا بخير والحمد لله. ماذا أقول؟ بخير والحمد لله يا بطل الأبطال. رائع يا جميل، رائع يا بطل. أحبابي الأبطال، أنا اسمي المعلمة شيماء. إن شاء الله سوف أعطيكم اللغة العربية، معلمة اللغة العربية إن شاء الله. في البداية أحبابي الأبطال، قبل أن نبدأ درسنا أريد منكم بعض القواعد الصفية نتعلمها سويا. في البداية أحبابي، قبل أن أدخل الدرس أستعد للدرس قبل بداية الدرس بدقائق وأستعد لحضور الحصة. طيب، وأيضا لابد أن أحضر جميع أدواتي، الأقلام، أحضر الأقلام مثل المعلمة شيماء معها الأقلام الآن. صحيح، أحضر الأقلام وأحضر الورقة أو السبورة والألوان. وأريد أيضا أن أرتدي ملابس لائقة للتعلم، وأفتح الكاميرا حتى أرى كل وجوه أطفالي الرائعون. ولا أفتح المايك، لا أفتح المايك إلا بعد إذا سمحت لي المعلمة. اتفقنا أحبابي؟ وإذا أريد أن أتحدث مع المعلمة أو أتكلم مع المعلمة أرفع يدي هكذا حتى أتحدث مع المعلمة. اتفقنا؟ طيب، وأجلس. طيب، الآن أنا أريد أن أتعرف على أصدقائي الرائعون. أنتم عرفتم أننا اسمي المعلمة شيماء. أنتم أحبابي الأبطال، صديقي البطل عمر. قل لي يا عمر، أنت كم عمرك يا بطل؟ كم عمرك؟ 5 أعوام. رائع يا بطل. طب قل لي يا عمر، ماذا تريد أن تصبح في المستقبل إن شاء الله؟ ماذا تريد أن تصبح؟ هل تصبح طبيبا؟ ماذا تريد؟ أم مهندسا؟ أم شرطي؟ طبيبا. رائع يا بطل عمر، الطبيب عمر البطل. قل لي يا عمور الجميل، إذا جاءت إليك المعلمة شيماء وأنا مسنة ومريضة، هل ستعالجني؟ تكتب لي الدواء والأدوية؟ أيوة. نعم، رائع يا بطلي الجميل صديقي الطبيب عمر. طيب، صديقتي أميرة. قل لي يا أميرة الجميلة، كم عمرك حبيبتي؟ 5 أعوام أيضا. افتحي المايك يا جميلة، افتحي المايك. عمرك 5 أعوام. جميل. قولي لي، ماذا تريدي أن تصبحي إن شاء الله في المستقبل حبيبتي؟ تريدي أن تكوني طبيبة أم مهندسة؟ محامية؟ معلمة مثل المعلمة شيماء؟ ماذا تريدي؟ رسامة؟ ماذا تريدي أن تصبحي في المستقبل يا جميلتي؟ سام. رسامة؟ الله، هل تحبين الألوان بقى؟ أنت تحبين الألوان؟ الله، فنانتنا الجميلة صديقتنا فاطمة. معنا صديقة اسمها فاطمة. هيا حبيبتي، ممكن نفتح الكاميرا ونفتح المايك. أريد أن أرى وجهك الجميل يا فاطمة. فاطمة، فاطمة الرائعة، أين أنت حبيبتي؟ ممكن نفتح المكبر ونفتح الكاميرا والمايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبتي الرائعة. كيف حالك يا فاطمة الجميلة؟ الحمد لله. دائما يا حبيبتي تكوني بخير. قولي لي يا فاطمة الجميلة، كم عمرك؟ 5. 5 أعوام. رائعة. أريد أن أرى وجهك الجميل. أنا أريد أن أرى وجهك حبيبتي. الكاميرا فيها مشكلة. فيها عطل. طيب حبيبتي، حسنا يا رائعة. طيب قولي لي يا فاطمة الجميلة، ماذا تريدي أن تصبحي في المستقبل إن شاء الله؟ ماذا تريدي؟ دكتورة. طبيبة يا رائعة الجميلة. أنت جميلة. قولي لي يا فاطمة، إذا جاءتك المعلمة شيماء وأنا مسنة وكبيرة، هل تعالجينني؟ نعم. نعم. شكرا لك، شكرا لك يا رائعة، شكرا. أحبابي كلكم رائعون جدا 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 يا أبطالي. طيب، أبطالي الرائعون، ما رأيكم؟ أنتم تروا الشاشة واضحة أمامكم صح؟
تروني أحبابي الآن، ما رأيكم أن نلعب سويا؟ تحبون أن نلعب سويا؟ طيب هيا من يريد أن يلعب مع المعلمة شيماء لعبة اسمها لعبة من أنا؟ يا ترى من أنا؟ أنا أسألكم أصدقائي الرائعون وأنتم تجيبون، اتفقنا؟ صديقتي أميرة، قولي لي يا أميرة، أنا حيوان مفترس ولقبي ملك الغابة. من أنا يا ترى؟ وهذا هو صوتي. من أنا؟ أميرة افتحي المكبر. أسد. أميرة التي تقول من يا أميرة؟ افتحي المكبر يا أميرة. أميرة؟ أميرة ممكن تفتحي المكبر؟ من أنا؟ ما هذا؟ حبيبتي أميرة. أسد. أميرة رائعة يا أميرة، عمر الجميل البطل. أنا الأضواء ملونة، الأحمر والأخضر والأصفر. من أنا يا عمر؟ من أنا؟ من أنا يا عمر؟ الصوت معلش مش حركة واضح. المرور. ما اسمي يا عمر؟ من أنا يا عمر؟ ماذا؟ ارفع صوتك. ارفع صوتك يا عمور. ما اسمها؟ اسمها إشارة. ما هذه؟ يظهر الصوت لو سمحتي مش واضح. الصوت مش واضح. هو أنا أيوة. كنت أيوة صوت الخلفية حاضر. طيب أيوة كده تمام. طيب تمام. إشارة. ما اسمها يا عمر؟ هذه ما اسمها؟ إشارة المرور. ما اسمها؟ كلم. عمر. إشارة. ما اسمها؟ إشارة يا بطل الأبطال يا عمر. 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 رائع حبيبي. صديقتي فاطمة، هي فاطمة الجميلة. خلقني الله لكي تسمع الأصوات. من أنا؟ من أنا؟ خلقني الله لك لتسمع الأصوات. من أنا يا عمر يا فاطمة؟ الأرض. رائعة جدا فاطمة. فاطمة رائعة. طيب صديقتي أميرة، هيا يا أميرة الجميلة، قولي لي حبيبتي، خلقني الله لكي تشمي بي الروائح. مثل رائحة الزهور، مثل رائحة العطور. أنا بماذا أشم؟ بماذا أشم يا صديقتي الرائعة؟ نعم هي نوز بالإنجليش، ولكن باللغة العربية ما اسمها باللغة العربية؟ ما اسمها يا رائعة؟ أميرة. أميرة رائعة جميلة حبيبتي. عموري الجميل، قل لي عمر. أعيش في البحر وأستطيع تغيير لوني، وإذا شعرت بالخطر يا أصدقائي ماذا أفعل؟ أخرج مادة مثل الحبر الأسود للهروب من الحيوانات في البحر، ولي 8 أذرع. نحن لنا ذراعين فقط لكن هو له 8. ما اسمه يا عمر؟ ما هذا؟ لا يا عموري الجميل. عمر. عمر رائع يا بطل. فاطمة، هي فاطمة الجميلة، قولي لي كيف نضع به الماء المغلي لكي نصنع الشاي أو أي مشروب آخر؟ ما اسمه يا ترى؟ ما اسمه يا فاطمة؟ حبيبتي الرائعة. براد هذه في اللغة المصرية العامية، لكن في اللغة العربية الفصحى ما اسمه؟ اسمه إبريق. ما اسمه يا رائعة؟ إبريق. فاطمة ما اسمه يا جميلة؟
إبريق. فاطمة فاطمة فاطمة. رائعة يا جميلتي. طيب أطفالي استمعوا مع المعلمة هكذا. انظروا انظروا، عموري جميل، افتح الكاميرا يا عمر. هيا انظروا أحبابي. إبريق، أذن، أسد، إشارة، أنف، أخطبوط. ما هذا الصوت الذي يبدأ في بداية الكلمات يا ترى؟ صوت حرف ماذا أحبابي؟ ما هذا الصوت؟ ما هذا الصوت الذي أسمعه في بداية كل كلمة؟ صوت حرف ماذا؟ صوت حرف ماذا؟ صوت ماذا؟ إنه صوت حرف يا رائعون. إنه صوت حرف الألف. كل أطفالي رائعون جدا أحبابي. هيا أحبابي الآن نكتب حرف الألف. هيا أحضروا أحبابي. هيا نشير بإصبعنا في الهواء. كيف أكتب حرف الألف يا معلمة؟ انظروا إلى الأسهم. الألف خط من أعلى إلى أسفل على السطر، لا أنزل أبدا تحت السطر. والهمزة أحبابي نصف دائرة صغيرة تنظر باتجاه اليمين، وخط نصف دائرة صغيرة هكذا، ثم خط. مرة أخرى أحبابي، كيف؟ هيا نشير بإصبعنا في الهواء. أروني إصبعكم، أروني إصبعكم، نشير بإصبعنا في الهواء. كيف أكتب حرف الألف؟ خط من أعلى إلى أسفل على السطر، والهمزة نصف دائرة صغيرة وخط، نصف دائرة صغيرة وخط. هيا نكتب على السبورة. كل أصدقائي يكتبوا في السبورة الصغيرة لديهم أو الورقة. هيا، أو الكراسة. كيف أكتب حرف الألف يا معلمة شيماء؟ انظروا أحبابي. الألف خط من أعلى إلى أسفل على السطر، من أعلى إلى أسفل على السطر. أنزل تحت السطر يا معلمة هكذا؟ لا، خطأ، لا أنزل تحت السطر أبدا. طيب والهمزة كيف أكتب الهمزة؟ نصف دائرة صغيرة وخط، نصف دائرة صغيرة وخط. رائع يا عمر يا بطل الأبطال، ممتاز. أحبابي لا أنسى أن نترك مسافة صغيرة بين الهمزة وبين عصا الألف. لا أنسى أن أترك مسافة صغيرة بين الهمزة وبين عصا الألف. أحبابي الرائعون، ممتازين. رائعة يا مرمر، أميرة رائعة، ممتازة. حبيبتي فاطمة أنت رائعة أيضا، ولكن أنا حزينة لأني لم أراك اليوم. إن شاء الله أراك المرة القادمة بإذن الله. ممتازة حبيبتي، كل أطفالي رائعون. أحبابي الأطفال، ما رأيكم أن نستمع إلى قصة الحركات؟ مستعدون إلى سماع قصة الحركات؟ قصة الحركات. هيا بينا نستمع لقصة الحركات. هيا يا عمور نستمع إلى قصة الحركات سويا. الحركات يا عمور الجميل ويا أميرة الجميلة وفاطمة الرائعة، هم يا أصدقائي 3 إخوات بنات وأخ صغير اسمه السكون، أخ صغير لهم. كانوا يحبون اللعب مع أصدقائهم الحروف جدا جدا جدا. أصدقائي، كانت الأخت الكبرى اسمها الفتحة. الأخت الكبرى الفتحة هذه أصدقائي كانت ترتدي قبعة فوق رأسها، وكانت دائما مبتسمة وضاحكة وتقول تضحك دائما وتفتح شفتيها هكذا. وكانت الأخت الصغرى يا أصدقائي هي الكسرة، اسمها الكسرة، وكسرت لقد كسرت رجلها، وماذا تقول؟ إي إي إي. وأيضا يا أصدقائي تكسر شفتيها هكذا، إي إي إي. والأخت الثالثة هي الأخت الحنونة، وكانت دائما يا أصدقائي تحب أن تضم أخواتها وتقول أوه أوه، تحضنهم، تضمهم وتحضنهم، أوه أوه. ولكن الأخ الصغير السكون هو أخ صغير ولا يستطيع أن يتحرك بمفرده أبدا. لابد أن أي أخت من الحركات الثلاثة يسبقونه يا أصدقائي، لا يتحرك بمفرده أبدا أبدا أبدا، لأنه ما زال صغيرا يا أصدقائي، صغيرا، وكان يرتجف ولا يستطيع أن يتكلم بمفرده. يقول يرتجف هكذا. طيب،
وكانوا يعيشون يا أصدقائي في بيت صغير اسمه بيت الحركات. الأخت الكبرى الفتحة، والأخت الصغرى الكسرة، والأخت الحنونة الضمة، وأيضا السكون. وكانوا يا أصدقائي في يوم من الأيام رأوا الحروف الهجائية تلعب في الخارج. انظروا إلى الحروف الهجائية، هذه هي الحروف الهجائية كانت تلعب في الخارج. وقالوا لها يا أصدقائي: يا حروف يا حروف يا حروف، نريد أن نلعب معك في الخارج. قالت لهم الحروف: وماذا تلعب معنا؟ قالت الحركات: نغير صوت الحرف. ماذا تفعل الحركات أحبابي؟ تغير صوت الحرف. هيا مرة أخرى نقول: ماذا تفعل الحركات تغير صوت الحرف. طيب هيا بنا أحبابي الآن سنتعرف على حرف الألف، كيف سيتغير صوته مع الحركات، وأيضا كيف نكتب حرف الألف مع الحركات. اتفقنا أحبابي؟ نكتب حركات. يا بطل، أنت جميل يا عموري، بطل جدا حبيبي البطل، بارك الله فيك. الحركات أصدقائي، أولا الفتحة. ماذا تقول الفتحة يا معلمة شيماء؟ ماذا تقول الفتحة؟ هيا غنوا معي أطفالي، هيا كل أطفالي نغني مع المعلمة. ماذا تقول الفتحة؟ أنا الفتحة، أنا الفتحة، أفتح شفتي عند اللفظ. ها، هيا افتحوا شفتيكم أروني مثل هذا الولد. هيا كل أصدقائي نفتح شفتينا. رائع يا عمر. أميرة أريني شفتيك يا مرمر. أميرة نفتح شفتينا. رائعة. وماذا تقول أيضا الفتحة؟ أنا الفتحة، أنا الفتحة، أكتب فوق الحرف. الفتحة أكتبها فوق الحرف وتفتح شفتيها. طيب كيف أكتب الفتحة أحبابي؟ هيا نكتب الفتحة سويا. خط مائل فوق الحرف. كيف أكتب الفتحة يا أطفالي رائعون؟ الفتحة يا معلمة شيماء خط مائل هكذا، وتكتب فوق الحرف، من فوق الحرف أحبابي. طيب هيا يا معلمة، حرف الألف هنا مع الفتحة. كيف أكتب الألف مع الفتحة؟ صديقي البطل عمور. هيا يا عمور، أنا وأنت يا حبيبي. كيف يا عمر أكتب حرف الألف في البداية؟ قلنا خط. هيا يا بطل، من أعلى إلى أسفل على السطر. والهمزة كيف أكتبها يا عمور؟ الهمزة كيف أكتبها؟ نصف دائرة وماذا؟ وخط. نصف دائرة صغيرة وخط. وقلنا الفتحة، كيف أكتب الفتحة يا عموري الجميل؟ كيف أكتب الفتحة يا بطل؟ كده. رائع. خط مائل اسمها خط مائل فوق الحرف، مثل القبعة. خط مائل فوق الحرف. هيا نقول يا عمورة سويا: ألف فتحة ألف فتحة ألف فتحة رائع. طيب عمر الجميل، قل يا عمر سورة ماذا؟ ما هذه السورة؟ إي. أنت بطل حبيبي. طيب سورة ماذا؟ ما هذه السورة؟ أو. بطل حبيبي رائع. طيب سورة ماذا؟ ما هذه السورة؟ سورة ماذا؟ هذه السورة يا بطل. سورة أرنب. نعم إنها سورة أرنب. قل لي حبيبي، أرنب ما حركة الألف؟ ما حركة الألف هنا في كلمة أرنب؟ هل أنا شفتي كانت مفتوحة أم مكسورة؟ الكلمة أسد. ونعم، وأيضا أسد يا بطل الأبطال. ممتاز حبيبي. طيب ما حركة الألف هنا؟ فتحة أم كسرة أم ضمة في كلمة أرنب أسد؟ فتحة أم كسرة أم ضمة يا عمور؟ نعم، لأني فتحت شفتي قلت أسد أرنب. نعم يا بطل الأبطال. عمر بطل. صديقتي فاطمة، هي فطومة الجميلة. رائعة حبيبتي. الكسرة يا فطومة، تقول الكسرة حبيبتي. هيا ننشد مع المعلمة. هيا نغني يا حبيبتي. ماذا تقول الكسرة؟ أنا الكسرة
أنا الكسرة أكسر شفتي عند اللفظ. هيا اكسري شفتيك. هيا كل أطفالي نكسر شفتين سويا. كده. نكسر شفتينا. أروني. عمر وأميرة أحبابي نفتح الكاميرا. كده صحيح. ماذا تقول أيضا الكسرة؟ أنا الكسرة أنا الكسرة أكتب تحت الحرف. أكتب الكسرة تحت الحرف. طيب هيا بنا أنا وفاطمة نكتب الكسرة سويا. كيف أكتب الكسرة حبيبتي؟ الكسرة تشبه يا أطفالي تماما الفتحة، ولكن أنا أكتب الفتحة. كيف قلنا أن الفتحة كتبناها فوق الحرف، الكسرة أكتبها تحت الحرف. رائعون. الكسرة أكتبها تحت الحرف، خط مائل تحت الحرف. الكسرة أحبابي خط مائل تحت الحرف. ممتازين. صديقتي فاطمة. هيا فطوم. أنا وإنتي حبيبتي الرائعة نريد أن نكتب حرف الألف مع الكسرة. مستعدة يا فطوم؟ كيف أكتب الكسر حرف الألف في البداية يا فطومة الجميلة؟ كيف أكتب الألف؟ كيف أكتب الألف؟ الألف قلنا ماذا؟ خط من أعلى إلى أسفل على السطر. صحيح؟ صحيح حبيبتي الجميلة؟ صحيح. طيب حبيبتي ممتازة. نعم يا رائعة. وهنا يا أصدقائي الهمزة كانت فوق العصا، ولكن فجأة يا أصدقائي وجدت الكسرة تبكي. الهمزة قالت لها لماذا تبكي يا كسرة؟ لماذا تبكي يا كسرة؟ قالت لها الكسرة رديف الأسفل. الكسرة يا أصدقائي قالت لها أنا أبكي لأني بمفردي في الأسفل. أبكي لأني بمفردي في الأسفل. قالت لها الهمزة لا تبكي لا تبكي، سوف أنزل معك في الأسفل ولا تكوني بمفردك. وفعلا يا أصدقائي الألف عندما تكون مكسورة أو معها كسرة تكون الهمزة من الأسفل تحت العصا هكذا. يبقى ألف كسرة. هيا نقول ألف كسرة إي إي. ألف كسرة إي إي. هيا نقول ألف كسرة إي إي. ألف كسرة إي إي. رائعون أحبابي. طيب هيا الآن صديقتي فاطمة الرائعة، هيا قولي لي يا فاطمة الجميلة. ممتازة. ألف كسرة إي. سورة ماذا يا فاطمة هذه السورة؟ سورة ماذا حبيبتي؟ سورة ماذا؟ إبرة. نعم. إبرة. إبرة. طيب حبيبتي جميل. سامح، يوجد صديق اسمه سامح. نفتح الكاميرا يا بطل. كل أصدقائي يفتحون الكاميرا. طيب إبرة. ممتازة. ما حركة حرف الألف هنا في كلمة إبرة؟ ما حركة حرف الألف؟ كسرة. ممتازة يا جميلة. اديني كلمة أيضا. طيب وما هذه السورة؟ سورة ماذا؟ ماذا؟ ما هذه السورة يا جميلة؟ إبريق. حرف الألف هنا مفتوحة أم مكسورة أم مضمومة؟ إبريق. ماذا؟ سورة. يا أميرة الأميرات. ممتازة يا فاطمة الجميلة. فاطمة رائعة حبيبتي. الآن صديقتي الرائعة أميرة تحدث عن المعلمة. الضمة يا أميرتي الجميلة. ماذا تقول الضمة يا رائعة؟ هيا ننشد مع المعلمة. ماذا تقول الضمة؟ أنا الضمة أضم شفتي عند اللفظ. هيا نضم شفتين يا مرمى. كل أصدقائي نضم شفتينا. رائعة يا جميلة. وكيف أكتب الضمة يا ترى؟ هيا نكتب الضمة سويا أنا وأميرة على السبورة. هيا نكتب الضمة. كيف أكتب الضمة يا معلمة؟ الضمة يا أحبابي كيف أكتبها؟ انظروا أحبابي. الضمة نصف دائرة صغيرة هكذا. نصف دائرة صغيرة هكذا. أغلقها بخط منحني.
أغلقها بماذا؟ بخط منحني أحبابي. أحبابي الأبطال، الضمة تشبه حرف الواو ولكن صغيرة وتكتب فوق الحرف. الضمة أكتبها ماذا؟ فوق الحرف. أكتب الضمة أحبابي فوق الحرف. طيب صديقتي أميرة الرائعة، هيا أنا وأنت يا جميلتي نكتب حرف الألف مع الضمة. كيف أكتب الألف مع الضمة يا مرمر الجميلة؟ كيف أكتب الألف الأول كيف أكتب الألف حبيبتي؟ الألف خط من أعلى إلى أسفل على إيه؟ على السطر، صحيح؟ هي أميرة تحدثي مع المعلمة يا جميلتي. وقلنا الهمزة نصف دائرة وخط، نصف دائرة وخط. طيب وكيف أكتب الضمة؟ كيف أكتب الضمة يا جميلتي؟ كيف أكتب الضمة؟ قلنا نصف دائرة صغيرة أغلقها بخط منحني أو تشبه الواو الصغيرة، هذه الضمة. هيا نقول سوا يا أميرة، هيا نقول سويا حبيبتي. ألف ضمة أو أو، ألف ضمة أو أو، ألف ضمة أو أو. هيا نقول. رائعة أميرة الجميلة. سورة ماذا يا مرمر هذه السورة؟ سورة ماذا Mama حبيبتي؟ سيوة. نعم نعم يا Mama بطل، سيوة. مثل الواو. رائع يا بطل. سورة ماذا يا مرمر؟ ما هذه السورة يا مرمر؟ أخطبوط. رائعة. طيب قولي لي أخطبوط تبدأ بحرف ما حرف الألف؟ أخطبوط. ما حركة حرف الألف يا رائعة؟ فتحة أم كسرة أم ضمة؟ أخطبوط. انظروا إلى شفتي المعلمة، هل شفتي مفتوحة؟ أخطبوط أم شفتي مكسورة؟ أخطبوط أم شفتي مضمومة؟ أخطبوط. ماذا؟ أخطبوط ماذا؟ مفتوحة أم مضمومة أم مكسورة؟ ماذا يا رائعة؟ مضمومة. نعم يا جميلتي. طيب وهذه السورة سورة ماذا؟ سورة ماذا؟ نعم يا رائعة. حبيبتي. ما حركة حرف الألف هنا؟ ما حركة حرف الألف؟ مفتوحة أم مكسورة أم مضمومة؟ مضمومة. نعم ضمة يا رائعة. طيب وأذن. أذن. ما حركة حرف الألف؟ أذن. رائعة يا مرمر الجميلة. أميرة. أميرة. رائعة يا أميرة. أيضا الآن أتى إلينا السكون، الأخ الضعيف الصغير. السكون يا أبطال. السكون يا أحبابي ماذا يقول؟ أنشودة السكون تعرفونها؟ هيا نقول سويا هذه الأنشودة. أنشودة السكون يقول ماذا يا أصدقائي؟ السكون علامة السكون إشارة المرور تضيء لنا بالأحمر وتقول لنا قف. علامة السكون إشارة المرور تضيء لنا بالأحمر وتقول لنا قف. وتقول لنا قف. عندما أقرأ السكون يا أصدقائي أقف عليه. هو صوت ساكن ضعيف لا يتحرك. لا يتحرك. مثل ماذا أحبابي؟ وكيف أكتب السكون؟ السكون سهل جدا 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 وبسيط يا أحبابي الأبطال. انظر، السكون عبارة عن دائرة صغيرة فوق الحرف. انظروا أحبابي، دائرة صغيرة أكتبها فوق الحرف. دائرة صغيرة أكتبها فوق الحرف. طيب أريد من البطل عمر. هيا يا عمور الجميل نكتب حرف الألف وفوقه السكون. اتفقنا يا عمور؟ كيف أكتب الألف يا عمر؟ هيا قل للمعلمة حبيبي البطل. كده. رائعة. طيب هيا يا عمر افتح المايك. هيا نكتب السكون. خط الأول الألف حبيبي، خط من أعلى إلى أسفل على السطر. والهمزة قلنا نصف دائرة وماذا؟ وخط. نصف دائرة وخط. اجلس صحيح يا عمر. طيب والسكون كيف أكتب السكون يا عموري؟ السكون دائرة. كده. نعم هكذا يا بطل. دائرة صغيرة فوق الحرف. دائرة صغيرة فوق الحرف. طيب عمود جميل. طيب يا بطل، بطل الأبطال حبيبي، ما هذه السورة؟ سورة ممتاز. كتبت رائع يا عمود. ما هذه السورة حبيبي؟ سورة ماذا يا عمر؟ سورة ماذا؟
ما هذا؟ ما اسمه؟ تعرفه؟ فار فأر. نعم، فأر. انظروا أحبابي، فأر. هل أنا قلت فأر؟ لا، ف ف انظروا حرف الألف، ف وقفت عنده. هنا حرف الألف هل له حركة أم ساكن يا بطل؟ هل طيب أنت تشرب يا بطل؟ حرف الألف يا عمور هل متحرك أم ساكن؟ ساكن ساكن. نعم. طيب وأيضا يا عمور البطل الجميل في سورة فار حتى كسر تدخل فيها. ممتاز يا بطل. حرف الألف هنا حرف ساكن لا يتحرك. ف انظروا أصدقائي، لا يتحرك، لابد أن تسبقه من أختي من أختيه المتحركة، حرف متحرك قبله. حرف الفاء هنا متحرك وحركته الفتح. ف وأيضا مثل كلمة ك. رائع حبيبي عمر البطل. ممتاز يا عمور. عمر. كاس. ما رأيكم أحبابي أن تشاهدوا هذا المقطع؟ هيا نشاهد نستمع إلى هذه هيا بنا. دان فلنقرأ في كل مكان للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. هيا نقرأ بالعربية والكل حروف ذهبية. حرفا نقرأ حرفا نكتب ونلون حرفا فنان. دان فلنقرأ في كل مكان للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. الألف مع الفتحة الألف مع الضمة الألف مع الكسرة إي والألف مع الساكن الألف المفتوحة أرنب أرنب. الألف المضمومة أذن الألف المكسورة إوزة إوزة. والألف الساكنة فأر فأر. دان فلنقرأ في كل مكان للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. للغة العربية نشدو ونغني أحلى الألحان. أبطالي رائعون جدا أحبابي الأبطال. تعلمنا اليوم حرف الألف مع الحركات الثلاث والسكون. صحيح؟ قلنا ألف فتحة ألف كسرة إي ألف ضمة أو والألف الساكن ماذا يقول؟ لا أستطيع أن يتحدث بمفردي. طيب ما رأيكم أن نلعب سويا؟ هيا بنا نلعب. هيا بنا مستعدون؟ طيب هيا بنا. صديقتي الرائعة أميرة، هيا يا مرمر قولي لي ما هذه السورة يا مرمر؟ سورة الأسد. مرمر افتحي المكبر المايك حبيبتي. افتحي المايك. هيا سورة الأسد. أسد. ما حركة الأسد هنا يا جميلة؟ فتحة أم كسرة أم ضمة؟ أسد. ماذا؟ فتحة. طيب صديقي البطل عمر، هيا يا عمور كلمة أذن، ما حركتها يا بطل؟ أذن. صديقتي الرائعة فاطمة إبرة. إبرة، ما حركتها يا جميلة؟ إبرة، ما حركة حرف الألف هنا يا فاطمة؟ إبرة. فتحة أم كسرة أم ضمة يا فاطمة؟ فاطمة تفتح المكبر. طيب هيا يا عمر كلها سريعا. حتى تستعد فاطمة. ما حركة حرف الألف؟ فتحة أم كسرة أم ضمة؟